مساء الخير يا أصحابي. السؤال ده جالي من بنات كتير قوي قوي على العام والخاص. ليه البنات أو الستات ممكن تحب وتنجذب وترتبط وتتجوز وتتعلق براجل لعوب نرجسي أناني، غير مسؤول، غير ناضج، نسوانجي، بلاي بوي؟ ليه؟ هقول لكم ليه، وهقول لكم في آخر الفيديو. عشان كده لازم تكملي الفيديو. هقول لكم في آخر الفيديو ازاي ما تبقيش ضحية لأي شخص لعوب في أي وقت، ومفيش أي حد يقدر يوقعك بسهولة. طيب بص يا ست الكل، البنات الطيبات أو الحساسات أو اللي بيستغربوا ازاي ممكن بنت طيبة حبابة جميلة مثقفة ناجحة متحققة في شغلها ممكن تنجذب لشخص نسوانجي أناني نرجسي لعوب بلاي بوي. بيكونوا يعني مش عارفين، مش متأكدين هل الغلط مني ولا منه. لا، الغلط منك انت يا ست البنات. هقولك ليه. لان انت جواكي في صفات بتجذب ليكي الشخص النرجسي، بتجذب ليكي الشخص اللعوب السيء الأناني، فانتي بالنسبة له فريسة سهلة، ولا أسهل من هيك، يعني مصدر لتغذية غروره وفريسة سهلة لاستغلالك. طيب ايه الصفات يا نهى اللي تخليني أو تخليني يعني أي شخص نرجسي يوقعني بسهولة؟ الصفات اللي بتبقى في البنت اللي ممكن تجذب أي شخص نرجسي أو لعوب بسهولة. واحد، الطيبة الزايدة. فاكرين أبو خالد بعد ما انفصل من أم خالد وكان قاعد في عربية كده فبيقول أنا عيبي عيب شخصيتي الطيبة الزايدة. الطيبة الزايدة مشكلة يا بنات، دي حقيقة على فكرة. الطيبة الزايدة بتطمع فيكي النرجسيين والمؤذيين والأنانيين. اللعوب النرجسي النسوانجي المؤذي الأناني بيعشق الأنثى اللي بتديله اهتمام كبير بدون ما تطلب مقابل، فبيشوفها هدف سهل قوي لأنه يقدر يتلاعب بمشاعرها بمنتهى السهولة. 2، الاحتياج العاطفي يا بنات. الأنثى دايما بتبحث عن الحب، عن الرومانسية، فللأسف ممكن تتعلق بسهولة بأي شخص. وطبعا هو عشان نرجسي فعارف انك انت ممكن تتعلقي له بسهولة، فطبعا في الأول هيغرقك حب وحنان، وبعد كده يبتدي بقى ايه لما يضمنك انك خلاص متعلقة فيه، يبتدي بعد كده بقى ايه يسحب منك الاهتمام ده. 3، الخجل الزائد وعدم فرض حدود. اللعوب الأناني النرجسي المستغل بيستغل غياب الوضوح في الحدود. يعني ايه؟ كل ما كنتي مترددة وبتقولي لا وانتي مترددة، كل ما هو هيتمادى. انتي لازم تحطي لنفسك حدود. لا لا كل ما يحس انك انتي مترددة ومش عارفة الحدود، مش عارفة حدود العلاقة، هو هيتمادى اكتر. 4، الرغبة في الإصلاح والتغيير. البنات للأسف معظم بنات الشرق الأوسط بيبقوا داخلين العلاقة على أساس إن هم المنقذ. أنا سوبر هيرو، أنا سوبر وومن، أنا المنقذ في العلاقة، أنا داخلة أنقذك، أنا داخلة أساعدك، أنا داخلة أدعمك، أنا داخلة أساعدك عشان تتطور وتبني نفسك وتحقق نفسك وتحقق أحلامك. أنا ماما، أنا بابا، أنا أنور وجدي. الشخص اللعوب النرجسي الأناني للأسف بيبقى عارف قوي ان انتي بتلعبي دور المنقذ في العلاقة، فهو بقى بيعمل ايه؟ بيستغل ده قوي عشان انتي ياخد منك دعم نفسي وعاطفي ومادي. 5، قلة التقدير الذات او ضعف الثقة في النفس. اللعوب بيلتقط جدا الأنثى اللي بتشك في جمالها، بتشك في قيمتها، فبيبالغ في الأول بالإعجاب عشان تتعلق بيه وبعد كده بيسحب الإعجاب. 6، الرومانسية الحالمة.
البنات للأسف رومانسيات قوي قوي، بيحبوا جدا يتفرجوا على الأفلام الرومانسية ويقروا الروايات الرومانسية ويعيشوا كده في خيالهم إن هم في قصة عاطفية رومانسية. العلاقة دي بتبقى في دماغها يعني خيالات، فبالتالي ممكن تنجذب بسهولة لأي شخص بيدخل عليها سكة الرومانسية والحب والعاطفة، ولكن هو من جواه هو داخل يستغلك، مش بيحبك ولا حاجة. طيب ازاي؟ ده اهم بقى حاجة في الفيديو، الكلام اللي جاي ده اهم جزء في الفيديو. ازاي البنات تحمي نفسها وما تبقاش ضحية لأي شخص نرجسي متلاعب غير ناضج لعوب بلاي بوي. ازاي البنات تعمل ايه البنات عشان ما تبقاش ضحية لشخص نرجسي؟ هتعملي حاجتين، هتعملي جزء معرفي وجزء سلوكي. هتعملي حاجتين، معرفة وسلوك. واحد، المعرفة، هنبتدي بالمعرفة. واحد، لازم تبذلي مجهود عشان تتعرفي على نفسك. اوعي تفتكري انك عارفة نفسك، اوعي. الواحد لغاية الموت ما بيبقاش عارف حاجة عن نفسه. ابذلي مجهود كبير عشان تتعرفي على نفسك وعلى اضطراباتك النفسية. لو عندك خوف من الهجر، خوف من الفقد، نمط تعلق غير آمن، لو وانت صغيرة عندك صدمات من الطفولة ان اهلك ما كانوش بيحبوكي، لازم تبقي واعية للموضوع ده. او بيحبوكي بشروط فعندهم حب مشروط، فلازم تبقي اوير انت عندك ايه اضطرابات نفسية. اقرأي يا ست البنات عن انماط التعلق في الراشدين. اقرأي عن دور الذكر في اي علاقة. دور الذكر في اي علاقة هو تأمينك واشباعك ماديا وعاطفيا ونفسيا. ده دور الذكر. الذكر يا ست البنات بيتقال عليه قائد العلاقة، بيتقال عليه رب الأسرة. سمع الكلمة رب الأسرة. الرب هو المعطي، هو المانح. انت دورك انك في العلاقة الاستلام، الاستقبال، هو دوره العطاء. لو مفيش ذكر، لو عندك في علاقة ذكر ما بيشبعكيش عاطفيا وماديا ونفسيا، انهي العلاقة. لازم تقرأي عن صدمات الطفولة. لو عندك صدمات في الطفولة لازم تقرأي عنها عشان تبقي اوير انت عندك ايه صدمات. لازم تقرأي عن الخوف من الفقد، الخوف من الفقد والخوف من الهجر. لازم تعرفي حاجة، لازم تعرفي ان المعرفة قوة. knowledge is power. كل ما تقرأي في علم النفس وكل ما تقعدي مع نفسك وتعرفي ايه الصدمات اللي عندك بسبب تربية الاهل، هتعرفي الاضطرابات النفسية اللي عندك. بالتالي صعب قوي لما تعرفي نفسك كويس، صعب قوي قوي تقعي ضحية لشخص نرجسي. ده الجانب او الجزء المعرفي عشان ما تقعيش ضحية. هندخل على الجزء السلوكي. تعملي ايه؟ واحد، انت هتعملي 6 حاجات: تقدير الذات، حب الذات، الاكتفاء بالذات، احترام الذات، رعاية الذات، الاهتمام بالذات. يعني ايه يا نهى تقدير الذات؟ بصي يا ست البنات، الأنثى اللي تقدر نفسها، تقدر ذاتها، ما تدخلش في علاقة غير علاقة جادة. العلاقة الرمادية دي ما تنفعنيش، ما هو يا ابيض يا اسود. فاكرة عادل إمام في مسرحية شاهد ما شافش حاجة لما قال له بص يا ابني، يا ابيض يا اسود، اللون الرمادي ده انا ما احبوش. العلاقات كده يا ست البنات. الأنثى اللي عندها تقدير للذات ما تدخلش في علاقة رمادية، تدخل في علاقة جد. يا إما إحنا أصحاب، يا إما إحنا مخطوبين أو متجوزين، أو في مرحلة تعارف مؤقتة 6 شهور ماكسيمم. الولد اللي معاكي أو الراجل اللي معاكي
لو بيديكي على طول حاجة اسمها إشارات متضاربة mixed signal، النرجسي الأناني شاطر قوي قوي في الإشارات دي، الإشارات المتضادة دي أو المتضاربة الميكسد سيجنال، هو شاطر فيها قوي. يعني الصبح هو بيعاملك إن انتوا صحاب، بالليل قلوب حب، قلوب 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 قلوب. طيب انتوا صحاب ولا انتوا حب؟ هو هتلاقيه دايما بيبعتلك اشارات متضاربه، فانت ما بتبقيش عارفه انت هو صاحبك جاست فريندز ولا بيحبك، او يقول الكلمه ويرجع فيها، يقول الكلمه ويرجع فيها. دي كلها اشارات متضاربه، اعرفي ان الشخص ده نرجسي، ما تكمليش معاه، لعوب. اوكي؟ فتقديرك لذاتك انك ما تكمليش في اي علاقه مع شخص بيحطك في علاقة رمادية أو بيبعتلك إشارات متضاربة، ده تقدير الذات. حب الذات، بصي بقى يا ست البنات، ما تدخليش في مشاكل وجدال وصراعات عقيمة هتضيع وقتك وجهدك وطاقتك. حافظي على طاقتك لنفسك، حافظي على أعصابك، حافظي على وقتك. حاولي على قد ما تقدري ما تكونيش صراع، طرف في صراع أو طرف في خناقة أو طرف في مشكلة. دايما خليكي متفرج، يعني في اتنين بيتخانقوا من اصحابك، ما تاخديش صف واحد ضد واحد، خليكي متفرجة على الحياد. الدخول في صراع هيجهدك، يعني هيضيع طاقتك وجهدك ووقتك، فما تدخليش في صراعات وجدالات. اختاري حروبك، ما تدخليش اي حروب. ادخلي حرب يعني هتكسبي منها كتير قوي، اما لو داخله حرب مش هتكسبي منها هتدخليها ليه؟ ده من حب الذات. الاكتفاء بالذات، بصي يا ست البنات، اكتفي بنفسك، اكتفي بنفسك. لو فعلا انت عايزه تنجحي في حياتك ونفسيتك تكون مظبوطه وسعيده، ما توسعيش دايره اصحابك واصدقائك الانتيم المقربين ل20 30 صاحبه او صديقه. خلي عندك 2 ماكسيموم 3 اصدقاء مقربين. اكتفي بصحبة نفسك، اكتفي بصداقة نفسك. احترام الذات يا ست البنات. الحديث مع النفس ومع الآخرين لازم يكون بلطف، باحترام. اختاري كلماتك بميزان من ذهب، اختاري كلماتك بعناية ودقة. بلاش تستخدمي كلمات بذيئة وألفاظ بذيئة. انت ليدي، انت ليدي، انت هانم بنت هانم. خلي عندك مجاملات رقيقة بدون أفورة، يعني بدون مجاملات، يعني بدون تفريط، بدون زيادة يعني. وبلاش الاندفاع في المشاعر، خلي مشاعرك غالية، خلي مشاعرك غالية قوي قوي لغاية ما يجي شخص يستحقها. لو ما جاش خلي مشاعرك لنفسك. ده في احترام ذاتك، احترمي ذاتك. ما ترميش مشاعرك على الارض لكل واحد كده جاي قال لك انا معجب بيكي تقومي تديله مشاعر. فبلاش الاندفاع بالمشاعر. وخلي بالك ان الاندفاع في المشاعر بيعكس ان ثقتك في نفسك صفر، وانك عندك حاجه need for love، عندك حاجه للحب. النرجسي بيشم ده، بيشم وشم، فانت بالنسبه له ضحيه مثاليه. رعايه الذات، عايزاكي تتطوري شخصيا وثقافيا. التطور الشخصي تطور جسماني ونفسي وعقلاني. جسمانيا هتتطوري بالاكل الصحي وبالرياضه. عقليا القراءه والمعرفه، تحضري كورسز اونلاين، تحضري بودكاست مفيد، تقري، تتعلمي، تاخدي شهادات اكتر، خدتي ليسانس خدي دبلومه. نمي عقلك، نمي مهارات عقلك، نمي سكيلز عقلك. نفسيا الهوايات، الهوايات اكتر حاجه بتطور الشخصيه. مش مفروض انك تبقي قاعده في البيت عندك فراغ ومش عارفه تعملي ايه، لا، مارسي كل الهوايات اللي انت بتحبيها. لو ما عندكيش هوايات، مارسي الرسم، تعلمي موسيقى، مارسي انك
تزرعي في البيت زرع، مارسي انك ترسمي، ابتدي اقرأي، مارسي اي هوايات، اي هوايات مارسيها. الهوايات بتنمي وتطور الشخصية بشكل جبار، وبتقضي على وقت الفراغ. وقت الفراغ ده اكبر عدو ليكي يا ست البنات. الاهتمام بالذات، هتعبري عن الشكر والامتنان لو انت مرتبطة، مخطوبة، متجوزة، او مرتبطة في علاقة حب، هتعبري بكل ذوق وادب عن الشكر والامتنان لحبيبك. لو حبيبك بيقوم بدوره. يعني ايه؟ انت دورك الاستقبال، هو دوره العطاء. هو لازم يديكي مجاملات، مساعدة نفسية او معنوية لو عندك مشاكل نفسية، هدايا، معاملة حلوة، مدح، حب، دلع. فلما يجي الراجل اللي انت مرتبطة بيه يعمل السلوك ده، ما تنبهريش ولا تستغربي وتقولي له ده كتير عليا، لا ده كتير قوي، الاهتمام ده كتير قوي. لا، الاهتمام مش كتير عليك يا ست البنات، ده دورك انك تستقبلي منه اهتمام ودلع وحنية وحب. هو دوره العطاء، هو قائد العلاقة. فما تستكتريش على نفسك الدلع والحب والاهتمام وتقولي له ده كتير عليا، انت كتير عليا، والاهتمام ده كتير عليا. لا يا ست البنات، هو مش كتير عليكي. فما تستغربيش وتندهشي من العطاء، وتشكري وتمتني بطريقة محترمة، بطريقة ظريفة، بطريقة كيوت، بدون أفورة. يعني ما تقعديش تقولي له ده انا ما كنتش احلم بواحد زيك. لا 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 لا. لو جابلك هدية، اداكي دعم بأي شكل، نفسي، معنوي، مادي، اداكي دعم، اداكي هدية، اداكي مدح، اداكي مجاملات، شكرا، تسلم، ربنا يخليك، مجاملة ظريفة وشكر وامتنان فقط. اعلمي ان ده دوره في العلاقة، فبلاش تستكتري على نفسك الحب والاهتمام والدلع. انت دورك الاستقبال. طيب انا خلصت. اعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، اشتركوا في القناة، دوسوا على جرس التنبيهات. بحبكم يا اصحابي.